تعالوا النهارده نبعد بقى شوية عن أجواء القاهرة ونعيش الأجواء البدوية ونجرب المندي ونلبس اللبس البدوي، وكل الحاجات دي مش هتلاقوها غير في واحد زايد البدوية الموجودة في الشرقية. ما بعدناش كتير عن القاهرة، بس هناك الأجواء مختلفة تماما. المكان كبير جدا وكله خيم وقعدات بدوية، وهم متخصصين أكتر في فكرة العزايم وبيستقبلوا أعداد كبيرة زي المصانع والشركات. ودي بقى كانت الخيمة بتاعتنا وقت الفطار، وخلوني بقى أوريكوا الصواني الخطيرة بتاعتهم. أولا كده هم مميزين جدا في اللحمة عندهم، سواء المشوية او المندي او حتى اللحمة المحمرة اللي كانت على الفتة كلها بتدوب حرفيا. ولا طاجن بقى لسان العصفور ده كان في حتة تانية خالص، واللحمة برضو اللي فيه كانت حلوة جدا. وندخل بقى على الصينية الرهيبة دي اللي تقدروا تحطوا فيها اي حاجة بتحبوها، حمام محشي والمندي الدايب وكمان كباب وريش وكفتة وطرب. انا قلتلكوا انا بجد انبهرت من اللحمة بتاعتهم، ده حتى الممبار والمحاشي كانوا معمولين بمزاج قوي. وشايفين بقى كل الكلام ده اهو اسعارهم احسن بكتير جدا من اسعار القاهرة. وبعد بقى الاكل ده كنا لازم نحبس بالشاي البدوي بتاعهم، وحلينا بالطبق العظيم ده كنافه وبسبوسه بالقشطه والايس كريم. ولو انتوا بقى فاكرين ان اليوم خلص على كده، فحب اقول لكم ان احنا لسه بنبتدي اليوم. هما بيعملوا هناك فقرات كتير قوي زي شو العرايس والمزمار ومسابقات والعاب، وكمان في كيدزاريا، وكمان عندهم لبس بدوي كده ممكن تلبسوه وتتصوروا بيه هناك فور فري. يعني من الاخر لو عايزين تقضوا يوم مش مكلف كده وتفصلوا فيه شويه، فلازم تيجوا على واحد زايد البدويه.